ومطلع كمية ما شاء الله حلوة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى فكرة والله يا حبايبي طعمة كأنك بتاكل قشطة بالظبط. حبايبي الحلوين، السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل مع بعض جبنه كراميه اللي هي جبنه الكوبايات. احنا بنشتريها يا حبايبي من المحلات وعارفين ان سعرها غالي ومش ضامنين نظافتها ولا ضامنين مصدرها ايه. تعالوا نعمل مع بعض يا حبايبي جبنه في البيت، كل المكونات بتاعتنا عاملينها مع بعض في البيت هنا. تعالوا نشوف المقادير والطريقه يا حبايبي. ايه طريقه سهله خالص ومقادير بسيطه خالص، مش هتكلفنا حتى 10 12 جنيه لو حسبناها، مش هتكلف 10 12 جنيه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه يا حبايبي ده كان لبن حليب معايا، كان كيلو لبن حليب انا شارياه ب7 جنيه بس. ده لبن بقره الكيلو ب7 جنيه. رفعته على النار يا حبايبي وحطيت معلقه خل وقلبت فيه شويه لغايه ما خد القوام اللي هو متفتت، مش لميت الجبنه عشان تمط معايا زي الموزاريلا، لا، خد قوام متفتت زي اللي هو جبنه جريش، يعني كده هيعمل جريش معايا. فكده عملت انا كميه الجبنه الجريش ديت من كيلو لبن يا حبايبي، ولو جاموسه كمان هيطلع كميه اكتر من كده. وده كمان يا حبايبي 3 معالق قشطه برضو انا عاملاها وش اللبن في البيت، يعني معلقتين 3 حسب ما تحبي، او لو حابه ان انت تشيلي الاضافه ديت تشيليها، ده علشان الجبنه بتاعتي تبقى بطعم القشطه. معايا هنا كوبايه لبن حليب يا حبايبي اهي مغلي وبارد. معايا هنا 4 مثلثات جبنه، ده تحفيز للطعم بس، يعني مش شيء مش اساسي، بس انا حابه ان انا اضيف علشان تدي قوام كده حلو برده وطعم حلو. معايا هنا 3 معالق لبن بودره اللي هو الكيس ابو 3 جنيه دوت، او لبن سايب تحط 3 معالق منه مفيش مشكله. معايا هنا ربع الكوبايه او اقل من نص الكوبايه شويه زيت، اللي هو المج ده انا زي مج اللبن كده بنص او ربع الكوبايه، فوق ربع الكوبايه يعني. بس كده يا حبايبي مفيش اي حاجه تاني في الجبنه الكراميه بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نضيف يا حبايبي اللبن، طبعا مفيش ملح، مش حاطه الملح لاي حاجه لسه. بسم الله. كوبايه اللبن الاول هنزل يا حبايبي باللبن البودر اهو. بسم الله. مثلثات الجبنه كمان. بسم الله. القشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هضيف الجبنه الجريش يا حبايبي. على فكره لو مش حابين جبنه جريش ممكن بالزبادي، ربع كيلو زباده هيعمل لك كميه حلوه برده. كل الاضافات وهتضيف الزبادي بس، وهتشيل الجبنه الجريش ديت لان احنا دلوقتي الشتاء الجبنه الجريش مش موجوده لو مش حابه ان انت تعمليها في البيت. اما في الصيف الجبنه الجريش بتبقى كتيره خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجه هضيفها الزيت يا حبايبي، هضيفها من فتحه الخلاط من فوق سرسوب كده بسيط علشان ما اضيفهاش كلها مره واحده. بعد ما اضرب الجبنه وتبقى كريمي هضيف الزيت. بسم الله. اضيف الزيت يا حبايبي دلوقتي من فتحه الخلاط من فوق، مش هدلق دلق الزيت. بسم الله بالشكل ده كده. اشغل برضو. ما شاء الله بقى ياخد القوام كريم اهو. بس لسه هوريهولكم، بس لسه هشتغل حبه تاني فيه، هشغل الخلاط تاني. ما شاء الله ما شاء الله. مش عارفه الكاميرا جايبهولكم ولا لا. اهو ابتدى يبقى كريم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هضيف يا حبايبي ملح دلوقتي، اخر حاجه هضيف الملح. تضيفي ملح، تضيفي حبه شطه لو حابين الجبنه بالشطه مفيش مشاكل. وحاجه سهله وبسيطه وما خدتش معنا دقايق في البيت ما شاء الله، وعملنا حاجه ضامنينها على ايدينا. بسم الله. خلاص يا حبايبي كده تعالوا نحط الملح ونظبط الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبه الملح يا حبايبي هي ملح ابيض خالص، وزي ما قلت لكم حابين تحطوا حبه شطه مفيش مشاكل، حطوا حسب ما تحبوها، بس احنا مش هنحط شطه هنا عشان الاطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد لفتين بس كده علشان الملح يتضرب في الجبنه كلها. بسم الله. كده الجبنه بتاعتنا خلصت. بسم الله. تعالوا يا حبايبي نشوف قوام الجبنه عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حبايبي عامل ازاي، جبنه كريمي. بسم الله ما شاء الله.
ومطلع كمية ما شاء الله حلوة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى فكرة والله يا حبايبي طعمة كأنك بتاكل قشطة بالظبط. بس ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان ان شاء الله يوصلكم منه كل جديد. ده يعمل يا حبايبي 3 كوبايات من الجبنة اللي احنا بنشتريها. بسم الله ما شاء الله. بصوا القوام عامل ازاي. بصوا يا حبايبي، بصوا قوام الجبنة كريم ازاي وجميل. بصوا عامل ازاي اهو. تعالوا نعمل سندوتش مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بالشكل ده يا حبايبي كده اهو. وبالهنا والشفا لحبايبي.